سلام الله عليكم ورحمة وبركاته اخواتي البشوات في كل المحافظات، رجالة تانية ثانوي بكالوريا دفعة 2027 أولى شرح محاضرات الفيزياء المجانية على اليوتيوب. بس إن شاء الله هنتكلم النهاردة على الدرس الأول، الفصل الأول. بنتكلم عن اتجاهات السرعة، بنتكلم عن السرعة النسبية، والسرعة النسبية بتتكلم على طبعا لا يجوز ولا يصح. ما ينفعش تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم أنا عايز أبدأ، عايزين نطلع بقى بالدور الثاني والدور الثالث وأنت ما عندكش أساسات أصلا. ولكن قبل ما نتكلم عن المنهج عموما، والمنهج جميل جدا جدا جدا، واللي يقول غير كده يبقى ماشي، لكن الامر كله متوقف على اسلوب حياه، طريقه تفكير. انا بفكر ازاي، انا بتعامل ازاي، انا بشتغل ازاي. مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه في الدنيا صعبه. اللي يقول غير كده يبقى هو خلاص، هو عنده نظره سوداويه. انت مقبل على مرحله هتمر بيها بمشاعر مختلطه، ساعات يأس، ساعات خوف، ساعات فرح، ساعات أمل، ساعات إحباط. ولكن الحاجة الثابتة عندنا وفي حياتك، انت كده كده هتاخد ضربات وهتاخد وقعات كتيرة في حياتك. بس واحد عن التاني بيفرق ان ده بياخد الخبطة وبيفضل يعيش في دور الضحية كتير، وواحد تاني بيقول لك لا انا هقوم وهتعلم منها عشان لما اقابل حاجة زي كده واقع اقوم تاني بسرعة. ما طولش عليك، الفيزياء يا رجاله عندنا ما ينفعش ابدا فيها كلام الا لما نقف على بعض النقط اللي ينفع تبدا بيها بكالوريا، او بعض النقط اللي هقولها النهارده انت محتاجها في الفيزياء وفي الرياضه وفي الكيمياء وفي الاحياء. مش هينفع تشتغل في اي فرع من الفروع دي وانت ما عندكش المعلومات اللي انا هقولها دلوقتي. المعلومات اللي انا هقولها دلوقتي بتبدا معانا باول نقطه، بس هنخلي بيننا وبين بعض حاجه نقولها كده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح بها الابواب وتيسر بها الامور ومسبب الاسباب. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغباء. اللهم ارزقنا الفهم. يلا، عندنا اول حاجه الرسم البياني. في ناس عاشت بقى في اعدادي وفي اولى ثانوي، اول ما يجي سؤال في رسم بياني يبعد عنه. ودايما احنا بنخاف من الحاجه اللي ما نعرفهاش وبنبعد عن الحاجه اللي ما نفهمهاش. والله حلو. بص يا معلم، انا عندي رسم بياني، لقيت الرسم البياني كالتالي اهو. ما اعرفش اي حاجه خالص، لسه الدنيا بالنسبه لي ابيض. انا هعاملك معامله البطه، ما تعرفش حاجه وقاعد في مكانك واخد وضع الاستقرار والسكون، وانا بقول لك انا معاك كلمه كلمه. لا هطول عليك في محاضرات الشرح ولا محاضرات الحل، هنخلي لك الامر بسيط والمحاضره صغيره بحيث انا عارف انك هتشغلها 2 اكس وبالتالي نقلل المده للنص. تعالى لي. في كميه فيزيائيه بتتحط على محور السينات وكميه فيزيائيه بتتحط على محور الصادات. على سبيل المثال، شفت انت الزمن بالثانيه، او خليها بالثانيه زي ما انت بتشوفها، تمام؟ الزمن بتلاقيه بالثانيه. وبعض الرموز بقى لو ممكن تلاقي رسومات بيانيه بيحط لك هنا تي واس معناها التايم بالسكند، الزمن بالثانيه. انا هخليك تشوف كل حاجه واقول لك ده يعني ايه وده يعني، عشان انت ما تشوف اي حاجه في اي حته في اي كتاب خارجي في اي مذكره في اي حاجه تقول لا تكون فاهم معناها. واقول لك ان انت عندك هنا المسافه على سبيل المثال، والمسافه عندنا بالمتر. ساعات يقول لك الديستانس بالمتر. شفت كده او شفت كده انت فاهم؟ ما نضمنش السؤال يجي ازاي. انت هتلاقي في كتاب الشرح اللي بالعربي، كتاب الفيزياء اللي بالعربي، حاطين لك الرسومات ومكتوب عليها كلام بالانجليزي. هتلاقي بيقول لك اكس اكسس واي اكسس، محور السينات ومحور الصادات. عشان كده انا هفتح لك الدنيا عشان ما تلاقيش كلمه واحده انت مش فاهم. حلو. وتلاقي وانت في ثالثه اعدادي خط كده موازي لمحور السينات، ويقول لك الرسم البياني ده بيعبر عن ايه؟ الميل هنا بيعبر عن ايه؟ شويه اسئله كده لازم تسالها لنفسك. يعني ايه رسم بياني اصلا؟ ده سؤال. وليه في رسم بياني؟ وانا بستفيد ايه من الرسم البياني؟ ويعني ايه كلمه ميل اللي صدعونا بيها؟ ويعني ايه فرق الصادات؟ ويعني ايه فرق السينات؟ ايه الكلام ده؟ واشمعنى في الشكل ده انا حافظ اجابتها ان الجسم في حاله سكون. الله يفتح عليك. ودي الجسم في حاله سكون، انا معاك في الحته دي. ولكن ان الاسئله دي اجابتها عندي بتظهر كالتالي: ان الراجل بيقول لك ان الرسم البياني هو حكايه، بيحكي
علاقة ما بين اتنين، كمية فيزيائية على محور الصادات وكمية فيزيائية على محور السينات. وربنا خلقنا في الدنيا علاقات ما بيننا وما بين بعض. في علاقة ما بين شخصين أو ما بين حاجتين، علاقة تكاملية، ده بيكمل ده وده بيكمل ده، ده بيعتمد على ده وده بيعتمد على ده. وفي علاقات من طرف واحد، ده يعتمد على ده لكن ده ما يعتمدش على التاني. زي علاقتك في البيت انت ووالدك، انت لسه طالب دلوقتي، مش هنقول انك كبرت واشتغلت وفيكم ناس بتشتغل، لكن انا بتكلم عليك انت مثلا دلوقتي، وانت خارجه الصبح بابا عايزه فلوس، لكن هو خارج الصبح يقول لك انا عايز فلوس؟ لا، انت تعتمدي عليه لكن هو ما يعتمدش عليكي. فنفهم ان ما الاقي اي رسم بياني لازم وحتما ولا بد الاقي كميه فيزيائيه، وهعرفك يعني الكميات الفيزيائيه دلوقتي، اصبر عليا، على محور السينات، وكميه فيزيائيه على محور الصادات. ولكن مين فيهم؟ هل الاثنين يعتمدوا على بعض؟ وامتى الاثنين يعتمدوا على بعض وامتى الاثنين ما يعتمدوش على بعض؟ واعتمادهم على بعض بيديني بعض العلاقات، يا اما علاقه طرديه لما ده يزيد ده يزيد ولما ده يقل ده يقل، او علاقه عكسيه لما ده يزيد ده يقل ولما ده يقل ده يزيد. والعلاقه الطرديه يا اما بيبقى في زياده بصوره منتظمه او بصوره غير منتظمه. الكلام ده كله لسه هنحكي فيه دلوقتي. فيظهر معايا الاتي، ان الشكل ده شكل علاقه واحد بيعتمد على التاني لكن التاني ما يعتمدش عليه. ازاي؟ ومن الاسئله اللي المفروض الامر كله قايم على التساؤل. طول ما انت بتسال هتعرف، طول ما انت واخد وضعيه البطه ماشي، طب كذا حاضر، فين الكلمتين اللي هحفظهم؟ عايز احفظ كلمتين، خلينا اخش. لا فيزياء ولا رياضه ولا كيمياء ولا احياء في البكالوريا ما فيهاش حفظ، فيها فهم، وبالحفظ ده بيجي عشان يسرع مرحله الحل ومبني على فهم. عمرك في حياتك الدراسيه من اولى ابتدائي لحد اولى ثانوي شفت الزمن اللي موجود قدامك ده على محور الصادات؟ مستحيل. مستحيل تلاقي الزمن على محور الصادات. اصل الكميات الفيزيائيه في منها نوعين، في كميه فيزيائيه مستقله بذاتها، وفي كميه فيزيائيه مش مستقله تعتمد على الثانيه. فالكميه الفيزيائيه المستقله بيقولوا عليها بالانجلش independent physical quantity، هي كميه فيزيائيه مستقله. قلت لك كلمه independent woman ما بتعتمدش على حد، احفظها كده، ان اي كميه فيزيائيه هتتحط على محور السينات هي كميه مالها فيزيائيه، مالها مستقله، ما بتعتمدش على حد. وده حال لسان، او ده لسان حال الزمن. حضرتك نايم الزمن بيمشي، بتتحرك الزمن بيمشي، بتاكل الزمن بيعدي، نايم الزمن بيعدي، الزمن مش هيقف لا عليا ولا عليك. ودي. ولكن دايما اللي موجود على محور الصادات يعتمد على اللي موجود على محور السينات. يعني ده يعتمد على ده لكن اللي تحت ما يعتمدش على اللي فوق. في الحالة دي، في حالة ان الخط المستقيم اللي عندك موازي لمحور السينات اللي انا رسمه بالاسمري كده، وده ترجمته ايه؟ ان لو كتبت لك هنا 5، ان الجسم اللي موجود عندنا لما الزمن كان بصفر كان يبعد مسافة 5 متر مثلا عن الباب. مثلا عدت ثانية، ما قلتش ملي ثانية وما قلتش ساعة، وات ايفر ايا كان، الجسم برضو على مسافة 5، عدت ثانيتين، شوف انا بمشي كده ده لسه ثابت في مكانه، عدت 3 ثواني ثابت في مكانه، عدت 100 ثانية ثابت في مكانه. عشان كده بقول لك الجسم في حالة سكون ساكن متحركش. حلو الكلام؟ فانا فهمت، وده دي لسه في الاول، ان هنا الجسم في حاله سكون كترجمه. الخلاصه، نقول الخلاصه بسرعه، هنشغل الموضوع 2 اكس عشان يبقى معاك 4 اكس وترجع تقول لي ان ايه تعرف يعني الشكل البياني. اقول لك ان الشكل البياني دي هي علاقه ما بين حاجتين، حاجه موجوده على محور الصادات وحاجه موجوده على محور السينات، يا اما الاثنين يعتمدوا على بعض يا اما ما يعتمدوش على بعض، يا اما واحد يعتمد على الثاني. وبقول لك الشكل اللي قصادك ده لما تلاقي خط مستقيم موازي لمحور السينات تعرف ان في الحاله دي ان اللي فوق يعتمد على اللي تحت لكن اللي تحت ما يعتمدش على اللي فوق، اللي تحت ده مستقل بذاته لكن اللي فوق مش مستقل، يعتمد اعتماده على اللي تحت. اتفقنا؟ طيب اسالك سؤال من الاسئله الحلوه. خلاص انا فهمتش ده الشكل البياني عموما، ان فيها حاجه فوق وحاجه تحت، قشطه. صليت على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللي بعد نرجع للسؤال اللي بيطرح نفسه،
يعني ايه الكلمة دي؟ ايه الكلمة دي يا صاحبي؟ الميل. ميل جاي من حاجة مايلة. وركز قوي في الحتة دي. جاي من حاجة ايه؟ مايلة. تمام؟ لأن أصل الموضوع إن الطبيعي إنك تلاقي العمارة واقفة كده عاملة زي زاوية قايمة مع الأرض، زاوية 90، لا هي مايلة يمين ولا هي مايلة شمال. حلو. لأن لما يحصل حاجة وتقول العمارة دي مالت عن الوضع الطبيعي. واحد بيذاكر ونقول ده مال عن الطريق، انحرف عن الطريق، خليها مال. الميل اللي عندي ده عشان نفهمه مبدئيا، عشان تعرف هو قال لك فرق الصادات كانت الناس بتحفظها كده، ان الميل رمزه ميم مثلا احنا هنحط الرموز ونقول لها رموز من عندنا، هو مش نص مقدس والرمز ده لازم للشكل ده، هسميها اف، هسميها ت، ايا كان نفسي اقول لك الميل وانا حطيت ميم بيساوي فرق الصادات، واحنا عايزين نشغل دماغنا. مفيش طالب يقول لك انا سمعتها من المستر الفلاني او قريتها في الكتاب الفلاني او قريتها في المذكره الفلانيه، الحرف ده يبقى غلط. لا، كل شيخ له طريقه، بس انا اقول لك الرمز ده يعبر عن ايه فيبقى كلامنا صح. على فرق السينات. وهنا السؤال يطرح نفسه. الميل انا فهمت ان حاجه مايله، خلاص انت فهمتني ان الميل حاجه مايله. ومايله عن ايه؟ هقول لك. بس انا عرفت قانون ان الميل من ثالثه اعدادي، فرق الصادات على فرق السينات. هل في قانون تاني للميل؟ ولا لا؟ نشوف. صلى على النبي. والسؤال اللي يطرح نفسه، اشمعنى فرق الصادات على فرق السينات؟ ليه ما قلتش فرق السينات على فرق الصادات؟ والله سؤال حلو. واشمعنى بتقول لي الفرق على الفرق؟ ويعني ايه فرق؟ يعني ماينس، يعني طرح، تطرحهم من بعض. طب جت منين؟ هقول لك. رقم واحد، الاصل في اي عماره زي ما احنا اتفقنا ان العماره تبقى عموديه على سطح الارض بالصوره دي. العماره العموديه على سطح الارض بالصوره اللي انا بقولها لك دي، اذا لقيت العماره عامله كده بالصوره اللي انا قايل لك عليها دي، شايف دي مايله حاجه بسيطه خالص، الميل بتاعها صغير. لكن اذا انت لقيت العماره بالشكل ده كده، يا ساتر يا رب، يا نهار أبيض، الميل بتاعها كبير، درجه الميل او مقدار الميل كبير. حلو. تعالى بقى ده كتوضيح اكتر لكلمه الميل. تعالى نخش اشمعنى قلنا فرق الصادات على فرق السينات، ويعني ايه كلمه فرق دي بيقول عليها عندنا في المسمى، لانك هتلاقي المسميات يعني في اول سنه كده في لخبطه، بيقولوا عليها دلتا اللي هو المثلث. انك تروح تلاقي ان الميل اللي بيقول عليه يعمل لك، يقول لك دلتا صاد على دلتا س، فرق الصادات على فرق السينات. نقول بقى كلمه دلتا انك كنت بتقول صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1، ودي جت منين؟ من الشكل البياني او الرسم البياني اللي انت كنت بتروح راسمها كالاتي اهو. انا بشرح لك اللي فات ده المفروض عندك، وعارف ان في ناس عندها الكلام ده. احنا بنأسس، مش هتخش وترمي نفسك فيها على طول. المنهج قد كده بس كله فتافيت صغيره، حاجات لذيذه جدا. وادي خط مستقيم زي ما انت شايف، وانا رحت رايح جري درجن لقيت ان انا عندي الارقام اللي انت شايفها دي كده. ادي 1، ادي 2، 2 4 3 6. فانت رحت رايح قلت بسم الله الرحمن الرحيم ودي هختار نقطتين. انا اخترت النقطه دي والنقطه دي، وادي النقطه دي اسمها صاد 2 والنقطه دي اسمها صاد 1، ودي هنا بجيب فرق الصادات. وتحت هنا يا صديقي بقول ادي س 1 وادي س 2 وبقول فرق السينات. فلما كنت بتروح تعوض اللي هو عندنا بنقول دلتا واي على دلتا اكس، دي برضه كانت بتتكتب عندنا دلتا واي على دلتا اكس، اللي انت كنت بتروح تكتبها واي 2 ماينس واي 1 اكس 2 ماينس اكس 1، هو نفس الكلام. صاد هي واي، اكس هي س. هتلاقي في بعض الكتب الخارجيه هتكتبها بالانجليزي، صح برضه شغال، عشان الطالب العربي المتعود على الرمز. لا احنا لازم نكبر دماغك. هتروح تعوض هتقول 6
لما تيجي نعوض ناقص 2 على 3 ناقص 1 دي 4 على 2 هتساوي 2. ده مقدار الميل. مستر بص انا برنس يا مستر، وانت ايه انت عملت ده كله ليه؟ بالفهلوه. انا هقسم 6 على 3 يديني 2. واحد تاني قال لا النقطه دي بس هقول 4 على 2 يديني 2، 2 على 1 يديني 2. هتفضل الحاجه. هنستنتج من هنا ان انا يجوز وصح اذا الخط المستقيم بدأ من نقطه الاصل. تاني وسجل عندك عشان في رجاله ايوه شايفه شاطره يا بت جدع جدع يا ان انت ماسك الكشكول وعمال تكتب ورايا برنس، وانا هنزل لكم الكلام ده كله او الكلام اللي مكتوب قدامك ده هنخلص او نبعت الحاجه دي معاك عشان تبقى عندك كبي دي اف للبورد نفسها للنوتس اللي احنا كاتبينها. اكتب ورايا ان انا اكتشفت ان لو خدت نقطه واحده وقسمت الصادات على السينات هيديني الميل. هل ده دايما صح؟ اقول لك لا، لازم الخط المستقيم يبدا عندك من نقطه الاصل. ده حتما ولا بد. ما بدأش ما ينفعش تعمل الحركه دي. ليه؟ هقول لك ان عندك في الشكل اللي هتشوفه ده يا صاحبي اهو. تعال نطبق الكلام عشان لو في واحد اتسرع. استنى بقى ركز معايا. الكلام ده دي غلطات تافهه. لا واحد مفرتك الماده ويتسرع في حته زي كده ويروح مفرتك السؤال كله ويحله غلط على تسرع. تعالى لي الخط المستقيم بدأ من النقطه دي كده، وقلت لك ان طبقا للي انت شايفه ده 0 1 النقطه اللي عندك دي 1 2 2 3 هنا دي 3 4. هنا بنحل كروكي. ففي واحد قال يا مستر انا هاخد النقطه دي مثلا، شايف النقطه دي يا مستر، هاخد واي على اكس صاد على سي. هيبقى مستر الميل عندي 4 على 3. قلت له متاكد؟ قال لي ايوه 4 على 3. ما انا خدت نقطه من هنا. ما انا شفت في المساله اللي فاتت ان انا لو خدت نقطه من الصادات على السينات تطلع معايا. قلت لك لازم الشرط ده. فواحد قال مش مقتنع. عنك ما اقتنعت، نقنع الناس التانية. احنا الاصل ان احنا كنا بنقول الفرق اللي عندك انك تجيب فرق الصادات على فرق السينات، انك هتاخد النقطه دي والنقطه دي كده. فرق النقطتين دول على بعض لما تيجي تروح تفرق ما بينهم هتقول طرحهم 4 ناقص 1، وطرح النقطتين دول من بعض 3 ناقص 0 بقت 3 على 3. الميل بقى 1. يا نهار ابيض بقى الميل 1. ودي موجوده في الاختيارات هتلاقي 4 على 3 تختارها تلبس تاخد 0 قد كده. يبقى الاصل انك بتروح تجيب الفرق على الفرق. ونقطه تانية بقى ليه قلنا فرق الصادات على فرق السينات ومش نقطه؟ لان النقطه ممكن تطلع غلط كده وضيف عليها حته. النقطه اللي انت شايفها دي يعدي بيها كم خط مستقيم؟ ما لا نهايه. اهو. لكن النقطتين اللي انت بتختارهم زي كده بيعدي بيهم كم خط مستقيم؟ واحد بس. اهو بالصوره دي. عشان كده من الدقه ان انا اختار نقطتين على الخط المستقيم مش نقطه واحده. فانا عرفت كده ليه بقول الفرق ما بين الفرق ده والفرق ده. بس يجي السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، صليت على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ليه يا صاحبي بنقول فرق الصادات على فرق السينات وما قلناش فرق السينات على فرق الصادات؟ لان المعادله اللي انت شفتها قبل كده ان صاد بتساوي م س زائد ج. مين ده يا صاحبي؟ اقول لك بص يا صديقي، ده كده محور الصادات، وده كده محور السينات. امال مين الجيم؟ بص يا صاحبي، الجيم ده النقطه اللي ده نقطه تقاطع الخط مع محور الصادات. نقطه تقاطع الخط مع محور الصادات. نقطه تقاطع الخط مع محور ايه؟ الصادات. ماشي. يعني انا قصدك ان انا لو عندي الرسم البياني كده صغنطوط مقطقط زي ما انت شايف،
ورحت لقيت ان الخط بدأ منين؟ من هنا ومشيت كده باللي انا شايفه ده. النقطة دي هي تمثل نقطة مين؟ جيم، وجيم في الحتة دي بتساوي صفر. يبقى جيم في الحتة دي بتساوي ايه؟ صفر. فانا هروح رايح على القانون. طب جيم هنا بتساوي صفر ولا جيم في الحتة دي بتساوي واحد؟ لا، جيم هنا بتساوي واحد. طب تعالى خلينا شغالين زي ما احنا شغالين في الحته اللي قدامك دي، وتروح تلاقي ان انا في القانون ده بعد ما لقيت ان الجيم بصفر رحت كاتب المعادله كده: ص بتساوي م س والجيم بصفر. هوب، قلت انا عايز اجيب الميم في جنب لوحدها او في طرف لوحدها. الحته دي بتعمل مشكله عند الطلبه. عايزها لوحدها اخلص من اللي جنبها. لما اخذ اخواتي بتوع الرياضه اساتذتنا كلهم اللي علمونا نحب نحط حته كده وانتوا تعرفوا تحلوا، اقسم بالله عارف. عايزها لوحدها اخلص من اللي جنبها. هي اللي جنبها مضروبه وديها مقسومه. عايزها لوحدها اخلص من اللي جنبها. فعارف والله سهله، والله عارف سهله، بس انا عارف انا بقول انا رايح على النقط اللي انتوا بتتلخبطوا فيها بالتسرع في الامتحان. يبقى الميم بتساوي ايه؟ صاد على س. الله، هو الميل كان بيساوي ايه؟ الميل كان بيساوي يا صاحبي؟ الميل كان بيساوي فرق الصادات على فرق السينات. يبقى انا عرفت ان الميل ليه بيساوي فرق الصادات على السينات عشان المعادله دي. عندي لي فيزياء. فبالتالي انت كده عرفت هي جايه منين. طب جميل، يبقى انا عرفت هي مش سين على صاد، لكن هي صاد على سين، وعرفت هي الفرق عشان هي بتبقى اكثر دقه. حلو حلو. الميل خلص لسه. ليه؟ افرض ما عندكش ارقام. افرض ما عندكش ارقام. طب اعمل ايه؟ بص لي، تعالى لي. انا رحت رسمت الشكل البياني اللي قدامك ده. عمرك ما هتبقى برنس في اي ماده او في شغلك الا لما تعرف كل تفاصيله. الطالب اللي بيحب ياخد القشور ويجري، الطالب اللي بيحب ياخد كلمتين ويجري، لا هيتعب قوي 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 السنه دي. انت مش الفرح ان انا اقف قدامك اكروت لك الدنيا ولا خد الكلمتين وخش في المسجد وخد النقطه واديني جريت واديني مشيت وانت ما عندكش حاجه. لازم تعرف الموضوع التيت والشريط وتعرف الدنيا ماشيه ازاي. فضي دماغك معايا. ده اصل الشكل اللي قصادك، وانا مش حاطط لك حاجه لا على محور السينات ولا حاطط لك حاجه على محور الصادات. لكن سالتك سؤال بما يرضي الله وعايزك تبص بقلبك وما تبصش بعينك، واشد لك الخط المستقيم اللي انت شايفه. هذا الخط المستقيم الاثم هو منطبق على محور السينات، وده الوضع الطبيعي بتاعه. الخط المستقيم اللي قدامك ده هو منطبق على محور السينات، وده الوضع الطبيعي بتاعه. يعني الوضع الطبيعي لاي خط مستقيم يبقى نايم على محور السينات. ففي الحاله دي ده هنا مفيش حاجه خالص. في الحاله دي الميل هنا بصفر. الميل بصفر. الميل بصفر. ليه؟ هتروح تجيب نقطتين فرق الصادات على فرق السينات هتلاقي صفر. مفيش حاجه، مفيش. عشان كده الميل بصفر. لكن لو انا عملت لك الشكل ده كده، ها اهو، هنا الميل بصفر. ايوه. طب ليه؟ ما برضه فرق الصادات يا بطيخ على فرق السينات مفيش. خلاص. طيب ودي اللي بعده. فانا عرفت في الحاله دي ان ده وضع الايه؟ ده الوضع الطبيعي للخط المستقيم. طب انا رحت جري درجن لقيت شكل اللي مرسوم عندك ده، وادي اصل الخط المستقيم اللي انت شايفه بالصوره اللي قدامك دي. معرفش ايه اللون ده؟ ده الخط المستقيم. في خط مستقيم باللون البني اللي انت شايفه ده. بني، اصفر، جملي، هو املي. انا اسف، عديها عشان نتناقش الناس لبعضها. بعد كده رحت لقيت يا صاحبي اللون ده خط مستقيم بالصوره الثانيه اللي انت شايفها. فده واحد وده اتنين. وبعد كده رحت لقيت الثالث، ودي اللي بالازرق الاحمق ده الثالث. هسالك سؤال بما يرضي الله وحياه اغلى حاجه عندك، على راي استاذنا الكبير استاذ عبد المعبود، الهي امك تحج. مين من دول هو مال اكتر وبعد اكتر عن الوضع الطبيعي بتاعه اللي بيكون موجود عليه؟ ابعد واحد هو اكتر واحد مال وبعد عن الصح.
الصح ان هو يكون نايم على محور السينات. ده لما بعد شويه صغيرين فعمل زاويه هسميها سيتا واحد. ده بعد اكتر عمل زاويه هسميها سيتا اتنين. ده بعد اكتر عمل زاويه هنسميها سيتا تلاته. ابعد واحد هو صاحب اكبر زاويه، هو صاحب اكبر ميل. انت بتقول لي ان في علاقه ما بين الميل وما بين الزاويه؟ ايوه. طب ما انا حافظها، انا مبصمجه، انا عارف ان هي بتساوي تان سيتا. تان سيتا على الاله الحاسبه تان سيتا. طب ازاي؟ اقول لك واقول لك جت منين. بص يا صاحبي، انت مبدئيا لما تيجي تبص على اللون اللي انا محدده لك ده مثلا، اي شكل من الاشكال اللي قصادك دي، انا اروح راسم لك مثلث بالصوره اللي انت شايفها دي كده اهو. يا عم اهو، تعالى ما اعرفش اللون ده ظاهر عندك في التصوير ولا لا، بس ودي. المهم شويه الوان ما يعلم بها الا ربنا. ده الخط المستقيم اللي قدامنا، وانا رحت نازل بالمسقط الراس اللي انت شايفه ده، تمام؟ وقلت لك دي الزاويه اللي ما بين الخط المستقيم ومحور السينات. ومحور السينات ماشي. اللي بعده، ورحت لقيت يا صديقي ان الحته اللي تحت دي هي دلتا اكس او بيسموها دلتا س، وده هو ده محور رأسي، فزيه زي الصاد، هو زيه زي الصاد، فاسمه دلتا صاد. حلو، انا معاك زي الفل، ما عنديش مشكله في الحته دي. امين امين. المهم بصيت على الزاويه فقلت تان هي الزاويه المقابل على المجاور، يعني دلتا صاد على دلتا س او دلتا واي على دلتا اكس. اعتبر نفسك ما شفتش دي وانت من بنها لقيتها صاد على س. الله، ده الميل صاد على س. هوب امسك في الحته دي، ان الميل هو تان الزاويه اللي ما بين الخط المستقيم اللي عندك، وما قلتش الخط المايل وما قلتش خط منحني، قلت خط مستقيم وهتعرف ليه دلوقتي، وما بين محور السينات. تفهم من كده كل سيتا لما تزيد التان يزيد، الميل يزيد من غير ارقام. قشطه. حلو. طب افرض انا لقيت خط مستقيم تاني زي اللي انت شايفه معايا ده، ولقيته مرسوم عندك كده. بص استنى. في واد برنس. هل ميل الخط المستقيم ألف يختلف عن ميل الخط المستقيم ب؟ فالواد بيقول لي مستر انت مش قايل لي ميل من حاجه مايله؟ قلت له ايوه. قال لي شايف دراعي ده؟ ممكن كده، وممكن لو بعدت ورا نفس الدرجه ونزلت تحت نفس الدرجه. يعني لو انا شلت الخط الازرق ده، لو انت جيت بصيت كده، لو انا شلت الخط الازرق ده، بص بالله عليك، هل هو منطبق على الخط الاسود؟ ايوه. فاذا لقيت خطين مستقيمين متوازيين ليهم نفس الميل، منين؟ بص يا قلبي، هل الزاويتين دول بيساووا بعض بالتناظر؟ هل الزاويه دي بتساوي الزاويه دي؟ ايوه. ولو سيتا بتساوي سيتا فتان بيساوي تان في الميل بيساوي الميل. فنطلع من هنا بمعلومه مهمه جدا. معلومه مهمه جدا. الخط المستقيم الميل بتاعه ثابت. اختصار كلمة كونستانت. ثابت، مش هيروح، مش هيزيد ولا هيقل، بدليل انك لما اخترت نقطة من هنا ونقطة من هنا ونقطة من هنا، الميل بتاعهم ثابت. طب اسألك سؤال، ايه الشكل ده؟ بما يرضي الله كده، بما يرضي الله، شكل جديد اهو، وبني ادم جديد وبهجت جديد. صلي على حبيبك. ده اسمه واحد. الميل بتاعه ثابت ولا مش ثابت؟ لا مش ثابت.
ايه الميل بتاعه مش ثابت؟ ليه يا مستر؟ هو كان كده عمال بما انه خط منحني ملوش ميل ثابت. تاني، بما انه خط منحني ما تقدرش تقول له قيمه واحده او قيمه ثابته للميل، الميل بتاعه بيتغير. تالت، اي خط منحني ما قلت الشكل الانحناء بتاعه عامل ازاي؟ الميل بتاعه متغير مش ثابت. هعرف الميل بتاعه، الميل بعد كده بتاعه بيزيد ولا بيقل؟ سهله. تعالى على حته صغنطوطه اهي، هروح اشوف الميل بتاعه بيزيد ولا بيقل على كالتالي. اهو يا صاحبي، هروح انا راسم خط مستقيم كده عند النقطه دي، واجي عند النقطه دي اروح راسم مماس كمان، واجي عند النقطه دي اروح راسم كمان مماس، واجي عند النقطه دي كمان مماس، واجي عند النقطه دي كمان مماس. يبقى انت هتروح ترسم مماس لكل نقطه وترسم كانك بترسم محور سينات. شايف الزاويه دي؟ شايف الزاويه دي؟ ايوه، كانها الزاويه ما بين الخط المستقيم ومحور السينات حصل. شايف الزاويه دي؟ ايوه الزاويه دي. انا ملاحظ ان الزاويه ما بين الخط المستقيم او المماس اللي انا رسمه عماله تقل، يبقى التان عمال يقل، يبقى ايوه برنس، يبقى الميل بيقل. عندي الفيزياء ودي. فبالتالي افهم، كل ما الزاويه ما بين الخط المستقيم ومحور السينات تقل يبقى الميل بيقل. على النقيض، انك لو انت رحت عامل كده اهو ودي، الله يمسيك بالخير يا غنوه، بتروح وعملت الخط الميل ده، الميل وما قلتش هو ايه الميل، ما قلتش هو مين لسه بيزيد ولا بيقل ولا ثابت. راح واحد راح رافع ايده حته كده قال لك بما انه مش خط مستقيم فالميل مش ثابت، وبما انه خط منحني فالميل متغير. الميل المتغير اللي عندك بيزيد ولا بيقل؟ فالواد قال لي ايه؟ بص يا برنس اللي هي رمانة الميزان. المستر قال تعالى عند نقطه وارسم مماس، تعالى عند نقطه وارسم مماس، تعالى عند نقطه وارسم مماس، تعالى عند نقطه كمان مماس، تعالى عند نقطه كمان مماس. انت ملاحظ يا برنس الليالي يا رمانة الميزان ان في زاويه عندك انا برسم خط كانه محور السينات؟ قال لا، يا خبر ابيض. ان انا ملاحظ ان السيتا ما بين المماس اللي انا رسمته محور السينات عماله تزيد، فالتان عماله تزيد، فالميل عمال يزيد. تفهم من كده ان الشكل اللي قبل ده الميل بيقل، وانت طالع كده الميل بيزيد. صعب؟ لا، حلو ودي. ولكن مستر، قلت له نعم، هو انا بستفيد ايه من الميل؟ سؤال حلو. هقول لك اجابه السؤال ده كالتالي، ان الميل، وركز معايا في الحته دي، بيديك حاجتين. الميل عموما انا بتكلم على النقطه اللي انت كده هتحتاجها، لا مفر من الشكل البياني من الميل. الميل ده بيديك كميه فيزيائيه، والميل بيديك مقدار، قيمه، دي قيمه رقم، والمقدار والقيمه الفيزيائيه الاثنين بيساووا بعض. على سبيل المثال، انا اذا رسمت لك الشكل البياني اللي انت شايفه ده، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ورحت لقيت الراجل بيقول لك موجود على محور الصادات المسافه بالمتر، خليها بالمتر بقى العادي، هنكتبها لكم عربي بعد كده هنكتبها لكم انجليزي مفيش مشكله، بالمتر، وعندك الزمن بالثانيه، ولقيت عندك خط مستقيم من كده. فالواد اول ما شاف اللقطه دي قال لي هوب اقف، ده انا ترجمتها في دماغي انا بلقطها وهي طايره، بما انه في خط مستقيم فانا هروح اجيب حاجه اسمها الميل، والمستر قال الميل اللي عندنا ده في الحاله دي هو ثابت. طب موجب ولا سالب؟ لسه هنقول. هو فيها موجب وسالب، ما تطول بالك معاه. طب ما فيش ارقام، بس انا رحت لقيت هنا الزاويه دي كده كام؟ 45. ودي. فعرفنا
ان الميل بيديك حاجتين كميه فيزيائيه. طب ما هو كده الميل بيساوي الصادات على السينات، يعني مسافه على زمن. طب ما دي السرعه، يبقى الكميه الفيزيائيه هي السرعه. طب انا عايز اعرف مقدارها. المستر قال ان الميل بيساوي تان الزاويه اللي ما بين الخط المستقيم ومحور السينات، تان 45، فتان 45 بواحد، يبقى السرعه في الحاله دي اللي هي الفيلوسيتي او السبيد بواحد متر بير سكند. فهمت؟ فنرجع لمرجوعنا ودماغك تبتدي تربط الاحداث ببعض، تلاقي ان الشكل ده، طب استنى، الشكل ده اللي بدأنا بيه الحصة، اللي بدأنا بيه الحصة أصلا في البداية خالص، ده ليه في الحالة دي الجسم كان في حالة سكون؟ فرحنا جري درجن نجيب الميل ونحسب الميل أهو، لقينا الميل بيساوي الصادات على السينات، يعني بيساوي مسافة على زمن. فالميل هنا بيساوي السرعة. حلو. الخط المستقيم اللي قصادك ده عامل ايه مع محور السينات؟ عامل زاوية. استنى ما نمسح الكلام ده كله، نمسح ده كده، ولا الله يسترك، قول امين. الزاوية ما بين ده وده كام؟ عارف حتى والله لو غلطت عادي، انا مديك مساحة للخطأ عادي. 90 لا، 180 لا، صفر. صفر 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 صفر. فانت هتروح تقول تان صفر بصفر، يبقى السرعة بصفر. عشان كده الجسم في حالة سكون. حلو حلو. فتفوتة كمان عشان نرجع لها بقى، فتفوتة اللي عليها الدور ان انت اذا لقيت، عشان الموضوع في الحته دي في كلام كتير يزيد معانا، اذا انت لقيت ده محور السينات، ده محور السينات، ده محور السينات، اذا لقيت الخط المستقيم اللي عندك عامل زاويه اقل، زاويه حاده اسمها سيتا اهي، زاويه حاده اقل من 90، اذا الميل نفسه موجب. الميل موجب. واذا لقيت الخط المستقيم عامل زاويه، طب ليه ما خدتش الورا؟ انت بتاخد البدايه بتاعتك، انت بتبتدي تلف كده، الربع الاول الثاني الثالث الرابع. فاذا لقيته عامل زاويه، الزاويه اللي عندك منفرجه وهي اكبر من 90، اذا الميل اللي عندك سالب. واذا لقيت الخط المستقيم منطبق او موازي لمحور الصادات، فلقيت ان الزاويه اللي عندك بتساوي صفر، يبقى الميل بصفر. في ادنى مشكله؟ صعب؟ لا. طيب تعالى بقى نحط حته كمان، انا عارف احنا طولنا سيكه في الموضوع ده، بس معلش ياخد حقه عشان لما اجي اتكلم عليه بعد كده يبقى انا عارف ان الناس اللي معايا ما عندها معلومه اعرف ابني عليها. هنا المسافه بالمتر، وهنا الزمن بالثانيه. اسال في ميل؟ ايوه. موجب ولا سالب؟ موجب. ثابت ولا بيزيد ولا بيقل؟ مستار. انت بالارقام كده، بالارقام حلو. 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 ده عمالين يزيدوا، يبقى الميل بيزيد. البس ليه؟ هو مين اللي بيزيد؟ يلا مين اللي بيزيد؟ الزمن بيزيد والمسافة بتزيد، لكن ناتج اسمتهم أو الفرق على الفرق ثابت. الميل ثابت ما بيزيدش، الميل ما بيزيدش، السرعة هنا ثابتة. الميل
اللي هي السرعة ثابتة. أصل الدرس الأول للي عمال يسأل، الدرس الأول في جزء الميكانيكا بتاعك أو في الفصل الأول راح يقول لك اتجاهات السرعة والسرعة النسبية والسرعة النسبية. فلو رملنا حتة في السرعة ما عطلش. خلاص؟ جميل. فخلاص لعبنا على الحتة دي. حلو الكلام. المهم يا صديقي، خلاصة الكلام في الحتة دي إن إحنا لعبنا على الجزء ده، لكن الزمن بيزيد والمسافة بتزيد لكن السرعة ثابتة. اتفقنا؟ بنكمل يا دكاترة الجزء الثاني من هنقول التأسيس، مش عايز أقول تأسيس إيه؟ من الشغل بتاع الفصل الأول أو الدرس الأول في الفصل الأول اللي موجود عندنا. منهج، الكلام اللي بقوله ده منهج وطلبة بتغلط فيه. منهج. لما أجي أروح أقول لك إن المسافات عندنا، المسافة القلم ده بيتقاس بالسنتي، طول العمارة بيتقاس بالمتر، المسافة ما بين مدينتين هيتقاس بالكيلو، بس القلم ده 5 ايه؟ سنتيمتر. طب والعمارة هنقول 30 متر بس، مفيش سنتي قبلها. المسافة ما بين الزقازيق والقاهرة مثلا 80 كيلو متر، ظهر عندي متر. لا، وكان هنا سنتيمتر ومتر وكيلو متر، فالثابت والمشترك في الثلاثة هو المتر وحدة قياس. لكن السنتي والكيلو هو لقب. وحدة القياس بتاخد اللقب ده، يا يكبرها يا يصغرها، هتقول محمد الحرامي أو محمد بيه أو محمد. اللقب اللي بيتحط جنب اسم الشخص عشان محدش ياخد الكلام على نفسه، يا يكبره يا يصغره اجتماعيا. هنا في الرياضة اللي هي الفيزياء، إذا الرقم أو وحدة القياس خدت لقب، يا يكبرها يا يصغرها. المتر لو حطيت قبلها ميم صغيرة بقت مليمتر، صغرت. حطيت جنبها ام كابيتال ميجا متر، كبرت. جيجا، تيرا. فأنا عندي دلوقتي شوية التحويلات لا يخلو امتحان ولا مسألة في أي فرع مادة علمية إلا وفيها جزء تحويلات، والكلام ده قلته في فيديو التأسيس بتاع طلبة اللغات، لكن انتوا في المنهج بتاعكم على طول. هنا يا صاحبي أنا لما أجي أعبر، بص هو الحتة دي اللي هنبدأ، يعني إحنا دي البداية واللي بنبني عليها الكلام ده، وأنا هقول لك طريقة تحويلات العبد لله أعملها عشان تظبط معانا الدنيا. ادبكت الكلام اللي مكتوب عندك هنا عشان ما اطولش عليك، قول طول. ان الكميات الفيزيائيه اللي موجوده عندنا، ولسه هقول لك يعني ايه كميه فيزيائيه ويعني ايه وحده قياس ويعني ايه اداه قياس، هفهمك الحته دي، بس تعالى نخش على الحته دي في السخان. الكميات الفيزيائيه لما المسافه تكون عندك، بص ايه الرقم ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. الرقم ده كله، وانا كل مره ما اجي هكتب 1 وجنبيه 17 صفر. قال لك لا، لما تيجي اكتب 10 وعدد الاصفار اللي هنا هي الاس. يكتب 10 اس كام؟ اس 17 متر. دي المسافه ما بين اي نجمين او كوكبين. تاني، اذا لقيت ارقام كتيره جدا زي الرقم اللي انا كاتبه ده 3 1 2 3 4 5، هتقول ايه؟ 3 نزل الرقم ده وهنسميه البطه، وقول فيه وحط 10 وعد من بعد الثلاثه كام صفر؟ 1 2 3 4 5، 3 في 10 اس 5. ايا كان وحده القياس، متر سنتي جرام او جرام، مفيش مشكله. طب لو انا لقيت الرقم ده مثلا 27، لا بلاش، تعال نكتب رقم يعمل لك ايرور كده شويه. لو انا لقيت الرقم ده 100، نزل البطه دي زي ما هي اللي هو الواحد، وقول في 10 وتعالى نعد كام صفر؟ 1 2 اللي هي 10 اس 2. بس دي طريقه بنظبط بيها الكلام عشان هتفهم الليله دلوقتي. انا عارف انك هتربط. طيب لو انا دخلت على الرقم اللي قدامك ده
صفر علامة عشرية 1 2 3 4 5 6 7 8 9. من بعد العلامة العشرية في 9 أرقام. بتحسب الواحد، بحسب الواحد، باجي من عند العلامة العشرية واخد كل اللي وراها، كل اللي بعد العلامة العشرية، لأن أنا بحسب من الشمال من هنا، فباخد كل ده. لكن هنا كنا بنعد كام صفر وينزل أس العشرة. هنا أنت بتعد كل الأرقام، شايف البطة؟ أيوة، نزلها، قول 1 في 10 وعد كل اللي وراها 9، بس ده بالموجب. هنا الأس موجب، هنا الأس سالب 10 أس سالب 9 أهي. طب بتقول الكلام ده ليه؟ عشان عندي بعض المسميات اللي انت محتاج تعرفها وتحفظها. انا هحفظ ده كله؟ لا، بس المشهور عندنا واللي هديك عليه الامثله دلوقتي، واحنا محتاجين نحفظ الجدول ده دلوقتي عشان اقول لك الطريقه بتاعته. ده اسمه ايه؟ ايوه قول معايا، قول الله يسترك، انت قاعد في البيت ومفخد، قول كيلو 10 أس 3. 10 أس 3؟ هو الكيلو متر كام متر؟ 1000 متر. ايه 1000 متر. ال1000 ده ما اقدرش انزل الواحد في 10 واعد كام صفر؟ 10 أس 3. ايوه، عشان كده بقول لك كيلو متر، كيلو قصاد المتر، فهو قد المتر 10 3 مرات، عشان كده قلت 10 أس 3. قلت لي يعني كل اللي هيجي بعد كده زي دي؟ ايوه. طب ايه اللي وراها؟ ميجا زي الميجا بتاعت النت كده، رمزها ام كابيتال، وركز في الحته دي. 10 أس كام؟ 6، زودنا 3. عندنا الديكا والهكتو والكلام ده كله ماشي، بس دي اللي بتيجي في المسائل، ده شغل المسائل كله. مين دي؟ جيجا. مش ايه اللي اكبر من الميجا؟ صح، جيجا، صح. ودي اللي بعد هتلاقي ان الجيجا 10 باور 9 10 أس 9. اصحى معاك الكلام هيخلينا تشتغل انجليزي لوحدها. طب بتزود 3، تزود 3 كمان تيرا. مش انت عندك ميجا جيجا تيرا؟ زود 3 10 أس 12. في بيكو، دي المفروض فهمتوا، الفيمتو رمزها اف 10 أس سالب 15. البيكو 10 أس سالب كام؟ سوري جل من لا يسهو. البيت انا رحت الناحيه الثانيه، انا اسف، دي صح. ودي متصيدي الاخطاء، ولا 10 أس 15 عادي، بس احنا اغلب مسائلنا في القسم ده. الناحيه دي عندك السنتي 10 أس سالب 2، الملي 10 أس سالب 3، المايكرو 10 أس سالب 6. اتلخبطت؟ ما تتلخبطش. كيلو 10 أس 3 زود 3، جيجا 10 أس 6 زود 3، ميجا 3 كيلو 10 أس 3، اللهم صل على الحبيب، ميجا 10 أس 6، ميجا مليون، والمليون كام صفر؟ 6، فقلت 10 أس 6، جيجا 10 أس 9، تيرا 10 أس 12. فكل مرة في دول بنزود 3، كيلو، ميجا، جيجا، تيرا. حلو. الناحية دي بنبدأ بالسنتي 10 أس سالب 2، زود واحدة بس عشان تخش على الملي، ام سمول، الميجا ام كابيتال، ام سمول، المايكرو ام ورجلها طويله اهي 10 أس سالب 6. النانو جايه من النانو 9 10 أس سالب 9، او النانو بيجي بعد 9 شهور. ان 10 أس سالب كام؟ سالب 9، دي 10 أس سالب 9. البيكو 10 أس سالب 12. في فيمتو رمزها اف 10 أس سالب 15. طب احنا هنستعمل دول في ايه؟ اقول لك، بص يا صديقي، لما نيجي على الجزء اللي قصادك ده تلاقي ايه يا صاحبي؟ صلي على سيرك. خلاص احنا المسميات هنقولها دلوقتي ونشتغل عليها بمثال على طول. اقول لك هنقسم السبوره 3 حتت. دي طريقه التحويلات، المسميات او الرموز او الالقاب اللي فاتت بتتبصمج. تعال نجيبهم يمين: كيلو، ميجا، جيجا، تيرا، سنتي، ملي، مايكرو، نانو، انجستروم، المفروض بيكو، فيمتو، بس بمسمياتهم هنقولهم.
انا دلوقتي عايز احول التحويلات بتاعتي ليك كطالب تانية ثانوي بكالوريا، وعايز احول، انت كده كده هتقابلك التحويلات لا محاله. هروح اقول لك التحويلات ونخلص منها. التحويلات يا صديقي في شغلها معانا رايحه في سكه ايه؟ بتقول لك ان انا لو عايز احول 5 كيلو متر وعايز اشوف ال5 كيلو متر فيهم كام متر، انا لا هقول لك مين كبير ومين صغير ومن كبير لصغير اضرب ومن صغير لكبير اقسم، كل شيخ له طريقه وكلهم صح. وفي ناس بيودي سهم كده ويرجع بسهم كده، كله صح. انا معايا طريقه كده في السخان، بروح اقول لك شمال سيبه زي ما هو، يمين غير الاشاره بتاعت الاس بس. شمال سيبه زي ما هو، يمين غير اشاره الاس. يعني فين وحده القياس؟ المتر. انا عارف ان هي المتر، هي الثابته. فبننزل البطه. نزل ليه البطه؟ هنزل البطه، ايه المشكله؟ ورحت منزل البطه زي ما هي وقلت 5 وقلت فيه. ده اللقب اللي موجود عندي، الرمز اللي موجود عندي موجود على شمال اليساوي ولا على اليمين؟ انا باكل بايدي اليمين يبقى ده اليمين، يبقى هي موجوده على الشمال. المرعد بيقول لك السكه شمال، نزل الشمال زي ما هو. الشمال زي ما هو، الشمال زي ما هو. حول انك هتنزل ده 10 أس 3 انت حافظها. انا خلصت التحويله بس والله العظيم اقسم بالله، والله تعالى معلش عايز 300 ملي متر، عايزها بالمتر. فالبرنس يقول لك ايه؟ يقول لك المستر قال الرقم اللي بره ده بطه، فيروح منزل ال3 بس. ابو شكلك يعني دول ولاد كلب، نزل الرقم كله 300. ماشي، ودي وحده القياس. امال ايه ده يالا؟ هي دي ام كبيره ولا ام صغيره سمول ولا ام رجلها طويله؟ دي صغيره ملي، 10 أس سالب 3 على الشمال تنزل زي ما هي. ايه ده بس؟ والله العظيم بس. طب الناتج في الاخر هيبقى بكام؟ هيبقى 3/10 متر. ما هو انت هتخلصها على حبسه ودي. طب انا عايز مثال كمان مره، كمان واحد. طب انا عايز احول 22 تيرا امبير، عايزها بالامبير. طبعا انت الامبير ده سمعته في ثالثه اعدادي وحده قياس الشده والتيار الكهربي، بس انت على الله حكايتك وبني ادم بطيخه راس معزه. هقول لك يا صاحبي دي اتكررت في الطرفين، في اليمين وفي الشمال، تبقى دي وحده القياس. اللي تتكرر يمين وشمال دي وحده القياس. اتفقنا؟ طيب هتنزل البطه زي ما هي، ادي ال 22 وتقول فيه وتستنى. ايه ده؟ تيرا كان 10 أس 12، لأن الجيجا 10 أس 9 والميجا 10 أس 6 والكيلو 10 أس 3. على الشمال ينزل زي ما هو، ادي 10 أس 12. خلصنا التحويلات، انك تلاقي الرمز موجود على الشمال تنزله زي ما هو بس ودي. طب افرض الرمز جه على اليمين، تعالى لي اللي بعده. رحت لقيت هنا بيقول لك ان انت عندك 8 متر عايزينها بالنانو متر. الواد يقول لك انا مالي، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، انا دماغي متكلفه. انا كل اللي هعمله هروح منزل ال8 زي ما هي. منزل ال8 زي ما هي، لا اكتر ولا اقل. وادي ال8 واقول فيه مين وحده القياس؟ هي المتر اللي اتكررت يمين وشمال. طيب النانو ده جاء من النونو بعد 9 شهور بس صغنطة 10 أس سالب 9. ما احنا لازم نحط حاجه نحفظ بيها. انا مش هعرف احفظ الحاجه صم كده، لازم احط مفتاح افتكر بيها الحاجه. 10 أس سالب 9 موجود يمين ولا شمال؟ باكل بايدي اليمين، موجود على اليمين. اليمين غير اشاره الاس، هو كان 10 أس سالب 9، خليه هنا 10 أس 9. خلصت بس. اللي بعد يا صاحبي بقول لك انا عايز اغير 75 ايه ثانيه، عايزها عندك بالايه؟ بالملي. هو مفيش غير الملي؟
يا خير مفيش غير ملي. دلوقتي عندنا 5 ثانيه عايزها بالميكرو ثانيه، هنحلها ازاي؟ فبالكيلو جرام كده دي الكتله. الزمن بيتقاس عندنا بالثانيه زي ما انت عارف، سكند، ده كيلو جرام، ده بالمتر. دي كميات دي وحدات قياس اساسيه او وحدات القياس النظام الدولي للوحدات. طبعا في بقيه وحدات قياس كتيره جدا. انت دلوقتي عندك طول، عندك كتله، عندك ما قلتش وزن، طول، كتله، زمن، في درجه الحراره المطلقه، في كميه الماده، في الزاويه المجسمه، في الزاويه المسطحه، في وحدات قياس ثانيه. بس انا بقول لك على الحاجات الاساسيه اللي معانا دي. ايه الكلمه دي؟ لو واحد عايز يقراها ازاي؟ ايه ده يا عم؟ تكتب بالراحه يا عم. الزمن. خلاص بنفنش. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الجاي، هنخش بقى. فاحنا كل ده منهج، كل ده لازم نبني عليه. هتلاقي عندك كميه فيزيائيه قياسيه، كميه فيزيائيه متجهه، في متجهات، في سرعه متجهه، في ازاحه، في مسافه، الحاجات دي. ونبتدي نخش في الموضوع ده، وهتنزل هي المحاضره الجايه، واشوفكم على خير.